تخيل تكون بتواجه أقوى جيش نظامي في الأرض، جيش الفرس اللي ما بيعرفش الرحمة، وانت ما عندكش غير شوية مقاتلين وقوة إيمانهم. لكن بطلنا ما كانش بيحاربهم بالقوة التقليدية، كان بيحاربهم بالرعب. احنا بنتكلم عن القائد اللي اخترع حرب العصابات قبل ما العالم يعرف المصطلح ده بقرون. كان بيظهر للفرس من وسط الرمل زي الشبح، يضرب ضربته الخاطفة ويختفي في قلب الصحراء قبل ما يلحقوا يرفعوا سيوفهم، لدرجة إن جنود كسرى بقوا بيخافوا يمشوا في مجموعات صغيرة، وبقوا يحسوا إن الرمل نفسه بيحارب معاهم. بطلنا ده هو اللي راح بنفسه للخليفة أبو بكر الصديق وقال له: يا خليفة رسول الله، ابعثني لقتال الفرس، فأنا أعلم بهم وبمداخل أرضهم. وبالفعل بدأ رحلته اللي هزت عرش إمبراطورية كاملة. وفي واحدة من أعظم معاركه، معركة البويب، واجه جيش فارسي ضخم بيقوده القائد مهران. الفرس كانوا فاكرين إنهم هيسحقوا العرب بالعدد والعدة، لكن بطلنا كان مجهز لهم فخ ملوش مخرج. وقف وسط جنوده وهتف بكلمات خلت الأرض تتزلزل تحت رجليهم، وقاد الهجوم بنفسه في قلب المعركة وهو صايم. المعركة كانت شرسة لدرجة إن المؤرخين بيقولوا إن قتلى الفرس فيها ما كانش ليهم عدد، وبطلنا فضل يقاتل لحد ما كسر شوكة جيوش كسرى تماماً وفتح الطريق للي جه بعده عشان يكملوا المهمة. الغريبة بقى إن الراجل ده رغم قوته وذكائه العسكري الجبار ما كانش بيدور على شهرة ولا منصب، كان كل همه إنه يثبت إن الحق أقوى من أي إمبراطورية ظلمة. وفي النهاية مات متأثراً بجراحه اللي أصيب بيها وهو بيدافع عن كرامة الأمة، وساب وراه مدرسة عسكرية بتدرس فنون المباغتة والصبر. قيل عنه إنه الرجل اللي رغم إنه مش من قريش إلا إنه فعل ما لم تفعله جيوش كاملة. كان بطل بالفطرة ومخطط بالوراثة ومقاتل ما بيعرفش الرجوع لورا. والبطل ده هو المثنى بن حارثة. ده جزء من تاريخنا الحقيقي. اشترك دلوقتي عشان تعرف باقي قصص الأبطال اللي غيروا العالم.